الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين محمد الذي قال: إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولا يخفى عليكم ما يجري في قطاع غزة من ألم وحصار ومعاناة، طبعا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. الآن نحن في القطاع الصحي العام نعيش في وضع مأساوي جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا وكربكم، اللهم آمين. طبعا هنا قمنا بمناشدة أهل الخير والإحسان بأن يقدموا لنا الإغاثات العاجلة من أدوية ومسكنات وعلاجات لإغاثة الفقراء والمحتاجين والمرضى، لكي نقوم بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم. من هنا من هذا المركز الطبي نقدم الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم لنا وجاد علينا بتقديم هذا العلاج الذي قدموه إلينا. ونحن مع العلم أننا في هذا المركز نقدم الخدمات الطبية للفقراء للمحتاجين. هذا المركز مجاني يقوم طبعا مساعدة الفقراء، نقوم بصرف هذا العلاج مجاني. ومن هنا نناشدكم أيضا بأن تستمروا في تقديم هذا العلاج البسيط لأبنائنا في قطاع غزة. بارك الله فيكم، مشكورين مأجورين. أسأل الله سبحانه وتعالى كما تدخلون الفرحة والفرج على المسلمين أن يبارك لكم الله سبحانه وتعالى وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. شكرا لكم، هنيئا لكم بما قدمتم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.